ستعبرك أحيانا أيام ثقيلة تشعر فيها أن أحلامك التي تسعى خلفها بدأت تتلاشى، وأن لا معنى للتمسك بها. اطمئن، فتلك الأوقات طبيعية جدا، فقط لا تستسلم لها، اجعلها تعبر فحسب، فإنها اختبار لاستحقاقك، وإن لكل شيء ثمين ضريبة، ولم يخلو طريق يوصل لغاية عظمى من صعوبات. امتنانك تجاه ما حولك يحسن من جودة حياتك بشكل كبير. تأمل عظم ما تملك من أشياء وتفاصيل يومية بسيطة، لحظات هدوءك، شعور الأمان المحيط بك، أكوابك الدافئة، طمأنينتك الداخلية، حديث عائلتك، صحتك، قدرتك على حب الأشخاص والأشياء، والكثير مما يحدث حولك بشكل دائم. سيأتي ذلك اليوم الذي ستشكر به أحزانك بطريقة كانت أو بأخرى. ستلتفت للخلف وتقول شكرا لكل ألم مر بي وعلمك كيف تتجاوزه وتتجاوز ما يشبهه. ستبتسم لكل صعوبة عانيت منها، لكنها أكسبتك القوة لتتخطاها. اعلم أن كل فرد منا ما كان سيتعلم دون صعوبة وحزن وألم، وأنك لن تصل للنور دون أن تمر بنفق الظلام. وتذكر أن لكل شيء ثمين ضريبة، تلك هي الحكمة من الحياة.